السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بيكم في قناتي، فلو اول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. النهارده ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخي. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. النهارده ان شاء الله جاي لكم بفكرة للفطار جميلة جدا. هنعمل مع بعض الكفتة الحاتي بطريقة سهلة، لا محتاجة فرن ولا محتاجة شواية ولا محتاجة اي حاجة، وهتطلع معاكي باللون القمر ده ما شاء الله جميلة جدا. وعايزة اقول لك ان دي هنسويها على البوتاجاز. هقولك ازاي تطلعي اللون الجميل بتاعها ده ومن غير شوايه ومن غير ما تحطها في الفرن ولا اي حاجه. وهنعمل شويه رز بسمتي جميل جدا بطريقه سهله وبسيطه. في البدايه كده هنبدا ان شاء الله ان احنا نتبل الكفته بتاعتنا. انا مبدئيا الكفته دي انا كنت عاملاها في تفريزاتي قبل رمضان، في فيديو كده انا كنت منزله فيه التفريزات دي. فحبيت ان انا اشاركها مع حضراتكم تاني كده، بحيث ان الوصفه بالتفصيل تكون قدام حضراتكم. انما انا كنت منزلها في الفيديو بتاع التفريزات، فانا حبيت ان انا اعرضها كده تاني مع حضراتكم، بحيث ان لو اي حد ما شافش الفيديو تكون الوصفه معاه كامله. فانا مبدئيا هنا اول حاجه عندي، انا بدات ان انا اتبل الكفته. انا جبت عندي الكبه بتاعتي، وعندي هنا حبيتين من البصل وسط، وعندي هنا قرنين من الفلفل، وحبيتين من الطماطم. الطماطم برضو حجمها وسط. هبدا ان انا اقطع الفلفل والطماطم والبصل، وهبدا ان انا افرمهم في الكبه. انا عايزه افرمهم فرم ناعم جدا، يعني افرمهم فرم ناعم بحيث ان احنا عايزين ناخد التفل. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا ما بنستعملش الميه، يعني احنا بناخد التفل بس بتاع البصل وما بنستعملش الميه بتاعته. بس طبعا احنا بنستعملها في التصبيع، انا قصدي يعني احنا ما بنضيفهاش على الكفته. فابدا بقى ان انا فرمت الكلام ده كله ناعم كويس جدا كده، وهبدا بقى ان انا دلوقتي اصفيه. طبعا الميه مش هنرميها، الميه هنستعملها برضو. فابدا بقى ان انا اصفي كل الكلام ده. حاولي تصفيه كويس جدا بحيث ان ما يكونش فيها اي ميه، لان الميه بتعمل على ان الكفته تتفكك معاكي او مثلا ما تكونش لطيفه. فابدا بقى ان انا اصفيها كويس جدا كده زي ما حضراتكم شايفين. وانا هيكون عندي هنا كيلو من اللحمه، ده كيلو من اللحمه المفرومه، عليه طبعا نسبه من الدهون. هبدا بقى ان انا اصفي البصل كويس جدا، وابدا بقى ان انا اضيفه على اللحمه. وطبعا بقى الميه اللي خرجت مننا طبعا احنا مش هنرميها، هنستعملها في تصبيع الكفته. فانا ضفت عليها شويه من الزيت، نص معلقه من الملح، نص معلقه من البابريكا، وهبدا ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه. وهركن بقى الميه دي في جنب كده بحيث ان انا استعملها وانا بصبع الكفته. وبعدين بقى ايه، نبدا ان احنا ندخل على تتبيله الكفته بتاعتنا. انا عندي هنا زي ما قلت لحضراتكم كيلو من اللحمه المفروم، ضفت عليهم بقى تفل البصل والطماطم والفلفل اللي انا ضربته. وعندي هنا كيسين من خلطه الكفته، هبدا ان انا اضيفهم على كيلو اللحمه. وعندي هنا بقى كيس من خلطة ال11 بهار من كنور، وكيس البطاطس، بهارات البطاطس ضفتهم برضو. انت مثلا حابة تستغني عنهم وتضيفي مثلا معلقة من بهارات اللحمة، تمام مفيش مشكلة. بس الكيسين دول انا عايزة اقول لكم انهم فرقوا المرة دي في طعم اللحمة جدا. بدأت بقى ان انا ضفتهم كده، وضفت عندي هنا بقى التوابل، نص معلقة صغيرة من الملح، طبعا مش هنكتر لان كيس بهارات الكفتة عليه ملح، فانا بقى ضفت نص معلقة بس. وضفت معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ومكعب من هريسة الشطة، معلقة كبيرة من النشا، وعندي هنا معلقتين كبار من البصمات. وهبدأ بقى ان انا اضيف عندي كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. دي بقى ايه كل المكونات اللي عندنا. وهبدأ بقى ان انا اعجن الكلام ده مع بعضه كويس جدا، او هرسه مع بعضه كويس لحد ما الاقي ان الكفتة عندي بقت زي عجينة كده وليها انسجة. طبعا بقى المكونات بتاعتها او التتبيلة بتاعتها هتكون موجودة ان شاء الله بالتفصيل في صندوق الوصف، هكتبها لحضراتكم. بدأت بقى ان انا عجنتها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وبدأت بقى انها بقت معايا زي عجينة كده. هبدأ بقى ان انا اصبحها. طبعا التصبيع ده على حسب رغبتك انت مثلا عايزه تصبعيها على عندك الاسياخ بتاعه الكفته، عندك مثلا عايزه تصبعيها على اسياخ الشيش طاووق، عايزه تصبعيها على معلقه، اي حاجه المتوفر عندك. انا هعملها على المسن بتاع السكاكين. هبدا ان انا اصبحها عليها، بصراحه بحب اصبحها عليه لان بيديني تجويف كده وبيديني فراغ للكفته من جوه، بيخليها هشه وحلوه. هبدا بقى ان انا ادهن ايدي كده وادهن المسن بتاعي بالميه البصل. وابدا بقى ان انا اصبع الكفته. شايفين ما شاء الله الكفته متماسكه على الصاج ازاي، يعني جميله جدا، لا بتفك ولا بتقع منك ولا الكلام ده. هبدا بقى ان انا اصبعها. شايفين ما شاء الله جميله وبتخرج بكل سهوله من على المسن برضو. هبدا بقى ان انا اصبع كل الكميه بنفس الطريقه دي. انا بقى صبعتها كده، وبدات بقى ان انا كنت في الوقت ده لما كنت بعمل التفريزات كنت دخلتها الفريزر تتشمع شويه، بحيث ان انا اقدر ان انا اعينها في العلب ما تمسكش في بعضها. فانا كنت بقى حاطه ما بين كل طبقه والتانيه كيس بلاستيك كده، بحيث ان انا لما يتجمدوا ما يمسكوش في بعض، واقدر ان انا يعني اعينهم وكده في العلب بتاعتهم ما تكونش ماسكه. فهنا بقى كنت سويت صابع كده يومها برضو عشان اوريها لحضراتكم. شايفين ما شاء الله لونها حلو جدا، وكنت مسويه دي برضو على البوتاجاز. شايفين طراوتها وهشه من جوه مفرغه كده، لها تجويف من جوه كده مخليها جميله
جميله بصراحه. شايفين ما شاء الله طريه وحلوه جدا يعني، والتتبيله مخليها طعمها جميل، الملح بتاعها مظبوط، كل حاجه فيها مظبوطه جدا يعني. اتمنى انكم تجربوها بالطريقه دي لان انا متاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم. مع بقى كان عيش شامي كده يعني بصراحه حاجه وهم، اتمنى انكم تجربوها بجد. فبقى انا كنت بقى دخلتها في الفريزر كده بحيث ان هي تبدا انها تتجمد معايا، عشان انا اقدر اعينها في العلب بتاعتي. انا هنا بقى في الوقت ده كنت بدات بقى ان انا ادوقها، قلت لكم انها طعمها جميل جدا يعني خطيره بجد، اتمنى انكم تجربوها. هنا بقى كانت اتشمعت معايا وكانت تمام. بدات بقى ان انا جبت العلب بتاعتي دي اللي انا هحتفظ بقى بالكفته في قلبها. طبعا بقى انت بتحطي الكميه على حسب عدد افراد اسرتك او على حسب مثلا انت هتستعملي قد ايه في المره. طبعا كل واحد بيختلف الكميه اللي بيخزنها على حسب عدد افراد الاسره عنده، اذا كانوا مثلا 3 4 5 كده. فانت بقى بتبداي تظبطي بقى تشوفي انت مثلا محتاجه قد ايه او عدد افراد اسرتك قد ايه اللي بيكفيكوا في الوجبه. فانا بدات بقى ان انا ظبطتهم كده. كيلو اللحمه انا ظبطتهم على علبتين، يعني مثلا في كل مره نص كيلو لاسره 3 افراد. فبدات بقى ان انا ظبطتهم كده. كان كل علبه كان فيها حوالي من 11 ل 12 صابع، مش فاكره بصراحه، بس هما كانوا حوالي 12 صابع. كل علبه كان فيها العدد ده، يعني عددهم حلو جدا. بدات بقى ان انا قسمتها، حتى الصابع اللي انا قسمته ده كان صابع زياده، فبدات ان انا اقسمه على العلبتين الاثنين. انا كنت حابه ان انا اقسمها على 3 بس حسيت انها تكون قليله جدا، وطبعا هيكون في صيام وكده، فحابه ان الاكل يكون كميته كويسه. فبدات بقى ان انا قسمته على علبتين كده، وقلت بقى مش مشكله تمام طالما ما العلبتين هيكفوا خلاص. وكنت بقى بدات ان انا عينتهم في الفريزر يتجمدوا. وهنا بقى في الوقت ده ده بقى في الايام في رمضان بقى لما انا بدات ان انا اعملها، بطلعها بقى مجمده زي ما حضراتكم شايفين كده، تحسوا ان فيها نسبه من التلج برضو. وبدات ان انا شلتها من بعضها كده ورصيتها في الصينيه، وبعدين هبدا ان انا اغطي الصينيه بورق سلوفان. انت مثلا لو عندك غطا تمام مفيش مشكله. انا غطيتها كده وخدتها بقى البوتاجاز، شايفين على نار هاديه جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدا ان انا احطها على البوتاجاز واسيبها بقى مع نفسها كده تنزل ميتها وتستوي مع نفسها كده، لا هقلبها ولا اي حاجه، وهسيبها متغطيه برضو بحيث ان لو فيها اي ميه اي حاجه تبدا ان هي تشربها. وفي الوقت بقى اللي كانت الكفته بتستوي فيه كده بدات بقى ان انا اعمل كده شويه رز بسمتي. عايزه اقول لكم ان الرز ده طعمه فظيع يعني حلو جدا. لو جربتوا الطريقه دي هتعتمدوها باذن الله، طريقتها سهله جدا والكل طبعا اكيد انتوا شاطرين وكلكم عارفينها. فبدات بقى ان انا جبت عندي حله هنا ضفت فيها شويه من الزيت، وبدات بقى نزلت عند البصلايه كده انا فرماها في الكبه فرم وسط، لا هي ناعمه قوي ولا هي خشنه قوي. بدات بقى ان انا ضفت البصلايه عندي كده وهبدا اقلبها. انا مش هخليها تاخد لون، انا يا دوبك هخليها تبدا ان هي تدبل وتبدا ان هي تصفر. هبدا بقى ان انا اضيف عليها المنكهات بتاعتي. انا ضفت عندي هنا ورقتين من اللورة، مكعب من مرقه الدجاج، وعندي هنا معلقه صغيره من الكركم. انا ما رضيتش ان انا اضيف ملح دلوقتي لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان مرقه الدجاج بتكون فيها نسبه من الملح، فانا هظبط الملح بعد ما ابقى اضيف الشوربه. فانا بدات بقى قلبت البصلايه كده مع التوابل البسيطه دي، وبدات بقى ان انا لحد ما مكعب المرقه كده بدا ان هو يدوب. وبعدين بقى نزلت عندي هنا دي كوبايتين من الرز البسمتي، انا غسلاه ونقعهم نص ساعه. هبدا بقى ان انا اشوح الرز كده مع البصلايه. انا عايزه الرز بتاعي يتشوح شويه ويبدا ان هو يعني ينشف كده ويطلع صوت في قلب الحله. هبدا بقى ان انا اضيف عليه دي ميه مغليه. هبدا بقى ان انا اضيف عليه ميه، بس طبعا مش هنضيف ميه كتير لان انا نقع الرز، فطبعا هنعمله طالما ما انت نقعاه عامليها بعد كده معامله الرز العادي البلدي بتاعنا. فهبدا بقى ان انا اضيف عليه يعني كميه من الميه تكون مغطيه الرز بمقدار يعني علتين من الصبع كده بالكتير. وهبدا بقى ان انا اظبط له ملحه واشوف بقى محتاج ملح مش محتاج. هبدا بقى ان انا اغطيه، وطبعا هسيبه على نار عاليه لحد ما يغلى كويس جدا، وبعدين هدي عليه النار واسيبه ان هو يستوي. سبت بقى كل الكلام ده يستوي مع بعضه، وهبدا بقى ان انا دلوقتي اعمل شويه طحينه كده جنب الكفته بتاعتنا. فانا بدات بقى جبت عندي هنا حوالي 3 معالق كبار كده من الطحينه، ونزلت عليهم بميه دافيه، يعني انا لا هي سخنه قوي ولا هي ساقعه، يا دوبك دفتها كده. بدات نزلت بشويه كده من الميه وابدا اقلب بقى لحد ما تلاقي قوام الطحينه اسفه بدا ان هو يتقل لونه يغير كده معاكي ويبدا ان هو يتقل. ابداي بقى اضيفي له الميه واحده واحده، يعني انا ما حبيتش اضيف الميه كلها مره واحده. ابدا اضيفي له الميه واحده واحده كده لحد ما تلاقي ان قوامها فتح كده زي ما حضراتكم شايفين، وفي نفس الوقت برده يكون وصلت للسمك اللي انت عاوزاه. هبدا بقى ان انا اضيف عليها معلقه صغيره من الخل، عصره نص ليمونه، رشه من الملح، رشه من الكمون على الكزبره، ورشه من بسيطه جدا من الشطه، ورشه من البابريكا. هبدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه. لو عندك توم باودر وبصل باودر
باودر ممكن انك تضيفيه برضو. فانا بدات بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه. يا سلام بقى لو عندك علبه زبادي وضفت حوالي معلقتين 3 كده، عايزه اقول لك بتخلي لك الطحينه طعمها جميل فوق ما تتخيلي. فانا ما كانش متوفر عندي فقلت تمام مفيش مشكله. بدات بقى ان انا قلبت كل الكلام ده مع بعضه، ووصلت بقى ده السمك اللي انا عايزاه في الطحينه. بدات بقى ان انا غرفته في اطباق كده زي ما حضراتكم شايفين. انا كنت مجهزاها من بدري، وبدات بقى ان انا ايه عينتها في التلاجة كده. فانا بدات بقى غرفتها في الاطباق وجهزتها بحيث انها تكون جاهزه معايا على الاكل على طول. فانا زي ما قلت لحضراتكم ان انا عينتها في التلاجة. وبدات بقى هنا الكفته عندي بعد ما بدات بقى حسيت انها خلاص يعني بدات ان هي تستوي، وبدات بقى ان انا اسمع صوت يعني شكشكه كده من الكفته، ان مثلا بدات تشرب ميتها وبدات ان هي تحمر. شايفين بقى ما شاء الله الكفته بتاعتنا ما كشتش قوي، ومثلا حجمها ما بقتش اصطبع صغير ولا الكلام ده، لا ما شاء الله جميله وحلوه. بدات بقى ان انا اشوف سواها كده، واشوف انها خلاص بدات تدخل في مرحله السوا وكده. هبدا بقى ان انا اغطيها لحد ما تشرب كل كميه الميه اللي حضراتكم شايفينها دي. وهبدا بقى ان انا اول ما الاقيها بدات بقى تشكشك من تحت كده، يعني دلوقتي بقى هي شربت كل كميه الميه، وبدات بقى ان انا لقيتها عماله تعمل شكشكه كده، تطلع صوت شكشكه. بدات بقى ان انا هبدا بقى ان انا اقلبها على الوش التاني زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله هي من تحت واخده لون حلو جدا. هبدا بقى ان انا اقلبها على الناحيه التانية بحيث انها برضو تاخد لون من الجنب ده زي ما حضراتكم شايفين. هبدا بقى اول ما تاخد لون بقى من الناحيه التانية، انت مثلا حابه تعملي لها فحمايه، حابه انك مثلا ما انتش حابه انك تقلبها وحابه انك تحطها تحت الشوايه، تمام مفيش مشكله. بس انا حبيت ان انا اسويها معاكي على البوتاجاز عشان تشوفي قد ايه حلوه وجميله. خلاص بقى الاكل بتاعنا جاهز واستوى وكل حاجه بقت تمام. هبدا بقى ان انا اغرف معاكم الفطار بتاعنا كده. شايفين ما شاء الله الرز مفلفل، وعايزه اقول لكم كان طعمه جميل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هبدا بقى ان انا اغرف عندي الرز البسمتي. انا جبت سيرفيس كده وبدات ان انا غرفت الرز البسمتي كده زي المطاعم كده، وبدات بقى ان انا سويته في الطبق. هبدا بقى ان انا هجيب الكفته بتاعتنا، هبدا ان انا احطها على وش الطبق كده. شايفين ما شاء الله الكفته لونها جميل، وعايزه اقول لكم كان طعمها حلو جدا. التوابل اللي ضفناها واي حاجه، عايزه اقول لكم ان الكفته دي انتوا لو جربتوها تعتمدوها بجد في طريقتكم في اعمال الكفته بعد كده. يعني المكونات اللي احنا ضفناها والتوابل والكلام ده فرقت في طعمها جدا وكانت جميله بجد. بدات بقى ان انا ضفت كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله الكفته بتاعتنا لونها جميل جدا، يعني شايفين من قريب يعني ما حدش هيصدق ان دي معموله على البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان والله فعلا دي تسويتها على البوتاجاز، ما دخلتهاش الفرن ولا اي حاجه. بدات بقى ان انا اقدم معاها السلطه كده وسلطه خضراء والطحينه بتاعتنا. وجهزنا بقى الفطار بتاعنا. يعني هو ده كان الفطار بتاعنا في اليوم ده، يعني الحمد لله فضل ونعمه، ربنا يديمها علينا نعمه دايما يا رب. الكفته بتاعتنا طريقتها حلوه، طريقتها سهله جميله جدا. عايزه اقول لكم ان الرز مفلفل وحلو وطعمه يعني خيال بجد. الكفته بتاعتنا شايفين ما شاء الله اللون بتاعها عامل ازاي، يعني ولا اجدعها مطعم ولا اجدعها اي حد بيشوي كفته، يعني جميله جدا. اتمنى انكم تجربوها. فلحد هنا بقى كده خلصت وصفتي معاكم النهارده، وخلص الفيديو بتاعي معاكم. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، واسفه لو كنت طولت عليكم في الفيديو. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا لو الفيديو عجبكم اتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.